سلام. اليوم غادي نقدم معكم هذا الرايب المنزلي اللي ناجح 100%. وجدوه سحوركم في رمضان، كيجي بنين واقتصادي وحسن ديال المحلات غتعتمدوه في رمضان ديالكم. بالنسبه للمكونات غادي ناخذ يطرو ديال الحليب، غادي نقسموه على جوج. النص غادي نديروه في واحد البول يكون بارد، والنص الاخر غادي نديروه يطيب مزيان. بالنسبه للنصف الاول كما شفتوا معايا كبيتو تما وضفت عليه واحد دانون ديال الفاني. من الاحسن تعزلوا هاد النوع ديال الدانون اللي كيكون عاقد باش الرايب ديالنا ينجح. وغادي نضيف عليه سكر، انا درت طوبات ديال السكر، نتوما ديروا سنيده ولا اي حاجه عندكم، المهم يكون على حسب الذوق. وغادي نضيف عليه واحد الساشيه ديال الفاني. المهم كما قلت لكم نتوما تقدروا تنكهوه باي نكهه بغيتو. صافي غادي نحاول انني نمزج هاد المكونات مع بعضياتهم مزيان حتى يذوب داك السكر ديالي، ونحس باللي دانون وديك الفاني متزجوا لي مزيان مع داك الحليب بهذه الطريقه. حاولوا تحركوه مزيان باش الرايب ديالنا يجينا ناجح 100%. تيجي بنين بزاف واقتصادي، هذه اهم حاجه. وكيحطوا واحد الكميه اللي وفيره وحسن ديال المحلات باش غادي تجربوه، غادي تعتمدوه ديما في رمضان ديالكم. صافي هنايا غادي نضيف داك النصف الاول اللي درتو تطاب ليا مزيان كما شفتوا. غادي نضيفو على داك النص اللي ضفت معاه دانون والفاني وكلشي، غنكبو عليه مع التخليط المستمر وغادي نخلطو مزيان حتى يمتزجوا لنا المكونات مزيان. وصافي هادو هما المكونات اللي مطلوبين في الرايب ديالنا. دابا غادي ندوزو للمرحله الاخرى. صافي غادي نحط الكويسات اللي غادي نعمر فيهم الرايب ديالي، وغادي نعمرهم كاملين. المهم انا راه خرج ليا كميه اللي وفيره، تقريبا واحد 6 ولا 7 ديال الكيسان. المهم غادي نعمرهم مزيان، وبيد ما نعمروهم نحاولوا نديروا واحد شويه ديال الماء اللي يخليوه يطيب مزيان حتى يطلع ديك البخار منه، حيت هو اللي غادي يعاوننا الرايب ديالنا باش ينجح. المهم انا هنا راه كنت درتو كيطيب، وغادي نكمل العماره ديال الكيسان ديالي بهذه الطريقه. المهم تقدروا ديروه بالفراز، تقدروا ديروه بالبنان، اي مذاق كيعجبكم نتوما. المهم حنا درنا داك الرايب العادي كيجي بنين بزاف وناجح، والله الا يجربوه كيجي خطير. صافي غادي نكمل بهذه الطريقه نعمرهم كاملين. صافي هنا بعد ما عمرت الكويسات ديالي هانتوما كما شفتوا عطاني 7 ديال الكيسان عامرين. دابا غادي نشد واحد الكوكوط ولا اي حاجه عندكم، وغادي نحط فيها الكويسات ديالي بهذه الطريقه، وغادي نحاول نغلفهم مزيان بالسلوفان. نحاول نغلف فيه الكويسات ديالي حيت غادي نكب الماء وما بغيتهمش يتقاسوا ليا بالماء، والنيت غادي يحاولوا ديك السلوفان غادي يزمتهم. صافي غادي نحاول نقاد لهم السلوفان بهذه الطريقه. تقدروا ديروا بلاستيكه ولا اي حاجه عندكم. صافي المهم غادي نقاد لهم هاد السلوفان. غادي نجيب داك الماء اللي طيبته مزيان وغادي نكبو في الجانب بحال هكا، ما نعمروش بزاف. المهم نعمرو حنايا النص ديال يعني يجينا النص ديال دوك الكويسات باش ما يطلعش عليهم ويدخل ليهم الماء. صافي انا عمرت شي شويه، وغادي نسد عليهم عاوتاني بالسلوفان من الفوق ديال الكوكوط باش تحتفظ ليا بديك السخونيه ديال داك الماء، ما يبردش دغيا. وصافي غادي نحاول نغلفهم مزيان بالسلوفان ونسد الكوكوط مزيان، وحاولوا تغطوهم بشي ملايه ولا اي حاجه عندكم سخونه وتحطوهم بشي بلاصه وتخليوهم 12 ساعه
صافي موراها جبدوهم وديروهم في الثلاجه وكلوهم بالصحه والراحه، كيجيو لذاذ بزاف. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم وتهلاو في راسكم. تلاقاو فيديو جديد وفوصفه جديده.